يعني وبعدين في تعب دراعي ده، هو انا هداني تعبان كده ولا ايه؟ اتاري وجع العظم طلع صعب قوي. لا حول ولا قوه الا بالله، انا زهقت. صحيت يابا؟ تعالى، دراعك عامل ايه؟ انا تعبان قوي وزهقت. الف سلامة عليك يا حماده. وانت عامل ايه يابا؟ ودراعك عامل ايه دلوقتي؟ حلو والله، احسن الحمد لله. سهل حلو يا حسره. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه بتقولي كده؟ والنبي انت صعبان عليا يا حماده. لا حول، عشان خاطر دراعي يعني؟ الله يبارك لك يا سهل. لا يا اخويا، مش علشان خاطر دراعك. امال عشان خاطر ايه؟ صعبان عليا يا اخويا، انا ما حدش من اخواتك جه سأل عليك، لا شفت لك اخ ولا اخت. هما ايه؟ انت مقطوع من شجره ولا ايه؟ هما مش حداهم دم خالص ولا بحسوا؟ معلش بقى، ربنا يعين كل واحد على حاله، الحياه مشاغل. هتلاقي اختي حداها حاجه لهياها، اخويا عنده عيال اكل عيشه وعياله. معلش يابا، الحياه تلاه. الله يعينهم على اللي هم فيه يا رب. الله يعينهم؟ مش الله يعينهم يا اخويا. هما هيخسروا ايه لما يجي يسألوا عليك؟ ايه هما بايعينك خالص كده مقطوع من شجره يا حماده؟ خلاص يا سهام، خلاص. هو كل شويه لات في نفس الموضوع، وهرد عليك نفس الرد اللي برد عليك بيه كل مره. بتقولي ايه؟ عايزاهم يجي يسالوا عليا بأمارة ايه؟ انت ناسيه ولا ايه؟ مش انا مقاطعهم عشان خاطرك؟ مش انت فضلت ورايا لعيد ما خسرت اخواتي؟ اختك دي وحشه، مش بتحب لك الخير، دايره تعمل لك اعمال، اطردها من هنا وانا صدق واطرد. ابن اختي يجي لي اطرده، ابن اخويا يجي اضربه واطرده. اخوك ده كاره لك الخير، ببص لك بصه مش حلوه. اخوك ده يتمنى يفحر فحره ويدفنك فيها. اخوك طمعان فيك، رغم ان سبحان الله اخويا هيطمع فيا ليه؟ ده حالته احسن مني مليون مره. جايه النهارده بعد ما خليتيني خسرت اهلي بتلوميني النهارده وبتعايريني على عدم دخولهم عليا. يجوا لي بأمارة ايه؟ يسألوا عليا بأمارة ايه؟ ده يبقى ما عندهمش كرامة. غريبة جو الدنيا دي يا شيخ، رغم ان انت اهلك سبحان الله كلهم ما فيهمش حد يشرف وزي الطين، بس انت بتحبيهم جو غاليين عليكي، مش تقبلي تخسري فيهم حد. لكنني اخسر اهلي عادي رغم ان هم كويسين ومحترمين، وفي الاخر انت اللي بتعايريني. اصحى يا ابن الناس، عشان في الاخر هتتعاير. ما سألتش نفسك هي ليه اهلها عزيزة، هم عزاز عليها قوي؟ تقدر تغلط في اهلها، تقدر تجيب سيرة اخوها، تقدر تجيب سيرة امها، تقدر تجيب سيرة ابوها، تقدر تقول لها اخسر اخوك ما تكلمهوش. اقسم بالله ما تقدر، عشان هتقول لك اخويا احنا اولاد اصول. اذا كانت هي خايفة على اخوها عشان هي بنت اصول وبتقول لك اخسر اخوك واخسره، هي شايفاك ايه يا ابن الناس؟ الله يبارك لك، اخوك سندك وظهرك يا ابن الناس، هتفضل وراك لحد ما تبيعك اهلك وتخسرهم، ويوم ما تجع ومحدش يجي يسأل عليك هتعايرك. كان معكم اخوكم الفقير الى الله، واحد بينفخ في جربة مقطوعة. اعجل يا ابن الناس، اخوك الاخ سند وظهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.